بعد ما حكينا في الحلقة اللي فاتت عن معركة المنصورة ومعركة فارسكور اللي انتهت بأسر ملك فرنسا لويس التاسع وانتصار المسلمين، مصر كلها دخلت في منعطف تاني. السلطان الصالح أيوب كان مات في عز الحملة الصليبية وجيشه وبلده في خطر. اللي مسك الحكم في اللحظة دي كانت الست اللي هتغير التاريخ، شجر الدر. شجر الدر كانت لغز في حد ذاتها، محدش يعرف بالظبط هي منين. ناس قالوا عليها تركية، وناس قالوا أرمينية، وناس تانية قالوا شركسية. اللي متأكدين منه إنها ما كانتش بنت عيلة كبيرة ولا أميرة، اللي اتباعت جارية في سوق من أسواق النخاسة، اتنقلت من سيد لسيد لحد ما وصلت مصر وبقت من جواري السلطان الصالح ايوب. الراجل اعجب بيها جدا، مش بس علشان جمالها لكن لانها كانت ذكيه وبتفهم بسرعه. مع الوقت بقت اقرب واحده منه لدرجه انه اتجوزها رسمي. من اللحظه دي ما بقتش مجرد جاريه او حتى مجرد زوجه، دي بقت اقرب شخص لعقل السلطان. كانت تقعد معاه في مجالس الحكم، تسمع وتشارك وتقول رايها كمان. ولما مرض الصالح ايوب في اخر ايامه، شجر الدر مسكت زمام الامور اكتر. هي اللي بتكتب الرسائل وهي اللي بتدي اوامر للجيش، كانها شريكه حقيقيه في الحكم. لدرجه ان بعض المؤرخين قالوا انها كانت بتحكم من زمان، من قبل ما الناس تعرف. لما الصالح ايوب مات في المنصوره سنه 1249 ميلاديا، الدنيا كانت مقلوبه. اتخيل معايا كده، جيش صليبي ضخم بقياده ملك فرنسا نفسه واقف على ابواب مصر والبلد كلها في حاله حرب، وفجاه السلطان يموت. ده في الظروف العاديه كان كفيل ان الجيش ينهار والمعنويات تقع والدنيا كلها تضيع. لكن هنا ظهر دور شجر الدر. قالت لنفسها لو الناس عرفت ان السلطان مات دلوقتي، كل حاجه هتنهار، الجيش هيتفكك والعدو هيستغل الموقف. فقررت تكتم خبر موته تماما، وكانت بتدي اوامر وتقول السلطان تعبان، السلطان مش قادر يقابل حد، واللي محتاج توقيع كانت تمضيه هي باسمه. الرسائل كانت تطلع مختومه بختمه كأن الصالح ايوب لسه عايش. يعني لعبت دور السلطان من ورا الستار، تحافظ على استقرار الجيش والبلد لحد ما يجي ابنه طوران شاه من حصن كيفا اللي كان بعيد جدا. وكان الهدف الاساسي انها تكسب وقت، ما تديش فرصه لا للعدو ولا للناس اللي عايزين يطمعوا في الكرسي انهم يتحركوا. بعد ما خلصت الحمله الصليبيه بالهزيمه واتقبض على لويس التاسع واتسجن في دار ابن لقمان في المنصوره، الدنيا هديت شويه. وصل طوران شاه ابن الصالح ايوب من حصن كيفا بعد ما استدعته شجر الدر. اول ما مسك الحكم المفروض انه يشكر شجر الدر والمماليك اللي هم في الاساس انقذوا العرش، لكن اللي حصل كان العكس تماما. طوران شاه كان شايف ان شجر الدر مجرد جاريه اتجوزها ابوه، وان المماليك دول عبيد ما يستحقوش ياخدوا مكانه اكبر من حجمهم. بدا يبعد رجالتهم واحد ورا التاني ويعين انصاره هو، وزودها اكتر لما بدا يتعامل مع شجر الدر بتهديد مباشر، لدرجه انه في يوم قعد معاها وقال لها انا مش محتاجك ولا محتاج المماليك، وانا هحكم بطريقتي. هنا بقى المماليك حسوا ان وضعهم بقى في خطر حقيقي، هم اللي حاربوا وحموا البلد. وفجاه السلطان الجديد بيهددهم وبيهمشهم. اجتمعوا في السر وكان على راسهم قاده كبار زي اقطاي وبيبر، وقرروا ان لازم نتخلص من طوران شاه قبل ما يخلص علينا. وفي يوم من الايام وتحديدا على ضفاف النيل عند فارسكور في ابريل سنه 1250 ميلاديه، المماليك نفذوا خطتهم. طوران شاه كان في قصر خشب على النيل، فهاجموه فجاه. حاول يجري ناحيه النيل علشان يركب مركب ويهرب، لكن المماليك طردوه. المؤرخين بيحكوا المشهد ان طوران شاه اتصاب بسهم في ايده ووقع في الميه، حاول يستخبى جنب النيل، لكن المماليك لحقوه وضربوه بالسيوف لحد ما وقع ومات. وبموته انتهى حكم الايوبيين في مصر رسميا، وبدات مرحله جديده هيدخل فيها المماليك كقوه مسيطره لاول مره في التاريخ. بعد ما اتقتل طوران شاه، مصر لقت نفسها فجاه من غير سلطان، البلد في حاله فراغ سياسي خطير، والصليبيين لسه قريبين، والمغول اخبارهم بتوصل كل يوم انهم بيكتسحوا بلد ورا التاني. في اللحظه دي المماليك اجتمعوا مع بعض وقالوا لبعض ان احنا محتاجين قائد، ومين احسن من شجر الدر. الست دي هي اللي مسكت الحكم وقت موت الصالح ايوب، وهي اللي دبرت كل حاجه لحد ما الجيش انتصر. ليه ما تكونش هي السلطانه؟ وفعلا بيعوها وحطوا التاج على راسها. ودي كانت سابقه تاريخيه، اول مره في التاريخ الاسلامي ان ست تبقى سلطانه بلد ضخم زي مصر، مش مجرد وصيه على العرش او ست ورا الستار، لا سلطانه حقيقيه. لكن الموضوع ما كانش سهل ابدا. في ناس كتير وقتها ما استوعبتش الفكره. فقهاء مصر نفسهم اتقسموا، فيه اللي قالوا ما ينفعش ست تبقى ولي امر المسلمين، وفيه اللي كان متعاطف معاها، والناس العاديين كانوا مستغربين ازاي جاريه تبقى سلطانه مصر. الموضوع زاد سخونه لما وصلت رساله من الخلافه العباسيه في بغداد. الخليفه المستعصم بالله وقتها رد على خبر توليها الحكم باستهزاء، وهنا بداوا يفكروا ان الحل ان شجر الدر ما تحكمش لوحدها، لازم يبقى في راجل يشاركها الحكم علشان يرضوا الفقهاء والناس والخليفه. وفعلا اختاروا واحد من المماليك اللي عنده خبره وسمعه طيبه، عز الدين ايبك. بعد ما شجر الدر اتجوزت عز الدين ايبك وخلته السلطان، الناس كلها افتكرت ان الدنيا هتهدى خلاص. ايبك الكل بيناديه السلطان والبلد ماشيه ظاهريا تمام، بس الحقيقه ان اللي كان ماسك الخيوط لسه شجر الدر، وهي اللي بتدي الكلمه الاخيره في كل حاجه. ايبك من جواه ما كانش راضي بالوضع ده، طول عمره مملوك ومقاتل، تعب وتعلم وحارب، فحس ان من حقه يبقى السلطان الحقيقي مش مجرد شكل. بدا يجيب رجالته ويحطهم في مناصب مهمه، ويمشي ناس كانت شجر الدر معتمد عليه. الموضوع زاد لما ايبك فكر يتجوز تاني، مش جواز عادي، لا ده كان عايز يتجوز واحده من بيت ايوبي او عيله كبيره علشان يزود مكانته ويكسب شرعيه. بالنسبه لشجر الدر دي كانت ضربه قاضيه، لو حصل ده هي خلاص هتخسر كل حاجه وتتنسي. شجر الدر ما قدرتش تسكت، والتوتر بينهم بيكبر يوم ورا يوم، وبقى في صراع خفي في القصر. هي عايزه تفضل صاحبه الكلمه، وهو عايز يثبت ان السلطان فعلا. وفي عز الصراع ده ظهر فارس الدين اقطاي، قائد المماليك البحريه. اقطاي ما كانش مجرد راجل عسكري، ده
كان راجل ليه هيبه وصيت كبير وسط المماليك والكل بيسمع كلامه، وكان معاه جيش ضخم من المماليك البحريه اللي كانوا وقتها اقوى واشرس فرقه في البلد. اقطاي كان طموحه انه يبقى هو السلطان، فكر يتجوز بنت من بنات البيت الايوبي، والجوازه دي لو كانت حصلت كانت هتديله شرعيه رسميه وتخليه مؤهل ياخد العرش من عز الدين ايبك. شجر الدر كانت عارفه ان لو اقطاي مسك الحكم يبقى لا ايبك هيكمل ولا هي هتفضل في الصوره، فاتفقت مع ايبك انهم لازم يخلصوا على اقطاي قبل ما يتمكن اكتر. وفعلا سنه 1254 ميلاديا استدعوه للقصر بحجه اجتماع رسمي وكانهم عايزين يتشاوروا في امور الدوله. اقطاي دخل وهو واثق بنفسه، ما كانش متخيل ان في خيانه مستنياه. اول ما دخل القاعه رجاله ايبك قتلوه. بعد ما تخلصوا من اقطاي الامور ما استقرتش زي ما شجر الدر كانت متخيله، بالعكس العلاقه بينها وبين ايبك بدات تسخن من جديد. ايبك بقى شايف نفسه السلطان الحقيقي وعايز يفرض سيطرته من غير ما يشاركها في القرارات. هو من جواه كان حاسس انه مجرد واجهه لشجر الدر، لكن اللي ولع الدنيا بجد ان ايبك قرر يتجوز تاني. المره دي مش جوازه عاديه، ده كان عاوز يتجوز بنت واحد من امراء الموصل الكبار. الجوازه دي لو كانت تمت كانت هتفتح له باب تحالفات سياسيه كبيره وتخليه اقوى من اي وقت. شجر الدر لما عرفت حست انها اتخانت، هي اللي رفعت ايبك من قائد مملوك عادل لسلطان مصر، وفي الاخر يروح يتجوز عليها ويبعدها عن الحكم. بالنسبه لها دي كانت خيانه شخصيه وسياسيه في نفس الوقت. الغضب خلاها تاخد قرار انها لازم تتخلص منه بنفسها. استدرجته للقلعه بحجه انهم يتصالحوا ويبداوا صفحه جديده. دخل ايبك وهو مطمن وافتكر ان خلاص الخلافات هتتحل، لكن بمجرد ما دخل رجالته اتفرقوا وهو اتقتل جوه القلعه سنه 1257 ميلاديه. بعد ما اتقتل عز الدين ايبك البلد كلها اتقلبت. انصاره من المماليك ما سكتوش لانهم كانوا شايفين ان ايبك مش مجرد سلطان، ده القائد اللي طلعه من صفوف الجنود وخلاهم قوه كبيره، فكانوا اوفياء ليه بشكل كبير. اول ما عرفوا ان شجر الدر ورا قتله توحدوا ضدها كلهم وقرروا يخلصوا منه. لكن اللي زود الطين بله مرات ايبك الثانيه كان ليها دور كبير في الانتقام. اتباع ايبك قبضوا على شجر الدر وحطوها في السجن جوه القلعه. اتقال في كتب التاريخ ان مرات ايبك هي اللي اصرت ان نهايتها تكون مذله، فامرت الجواري بتوعها يضربوا شجر الدر بالابائيب. فضلوا يضربوها بالابائيب لحد ما مات، وبعد ما ماتت ما اكتفوش بكده، اتقال انها اترمت من سور القلعه علشان تكون عبره لاي حد يفكر يخون السلطان او يتمرد. وبعد ما اتقتلت شجر الدر واترمت من سور القلعه جثتها فضلت مرميه ايام من غير ما حد يقرب لها، كانوا كلهم خايفين لحد ما اتدفنت بسرعه في بيت كانت بنته هي بنفسها زمان. وبموتها دخلت مصر مرحله جديده من الصراع. ابن ايبك الصغير المنصور علي اتنصب سلطان، لكن الحقيقه انه ما كانش عنده لا شخصيه ولا قوه ولا خبره تحكم بلد كبيره زي مصر. وهنا بدا دور المماليك يبان اكتر واكتر، وبدات ملامح قائد جديد يطلع في الصوره، سيف الدين قطز اللي هيبقى بطل الحكايه في الحلقه الجايه ان شاء الله. وهنا تكون خلصت حكايتنا النهارده عن شجر الدر، الست اللي غيرت مجرى تاريخ مصر، لكن نهايتها كانت مأساويه جدا. استناني في الحلقه الجايه نكمل ونعرف ازاي المماليك هيستغلوا الفراغ ده، وازاي قطز هيظهر في المشهد ويقود مصر لاكبر مواجهه في تاريخها ضد التتار. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناه، واستناني في اصل الحكايه الجايه.